بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبحمد ننتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من حلقات أكلات واحد نوح. النهاردة هنعمل لكم أكلة خفيفة كلكم بتعملوها، وعشان كده حضرت لكم معظم الحاجة اللي هي سهلة، زي سلق المكرونة، يعني زي سلق الحمص، سلق العدس. فبس هندلع النهاردة. الحلقة اسمها هندلع الكشري. هعمله لكم بطريقة حلوة قوي، وبمناسبة إن في لحمة لسه هعمله لكم كشري باللحمة وسلطه شوارع او سلطه الحاتي. فكنت نفسي اعمل لكم هو العيش التوست، بس ما لقيتش العيش الشامي. فبسم الله نبدا كده بقى حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل اول حاجه التخديعه او الصلصه. دلوقتي انا حطيت التومه، انا طبعا حاطه لها ملح. انا عشان عندي اطفال صغيرين قوي فمش هحط فيها تخديعه شطه. الشطه تبقى اختياري. هعمل لكم شطه زيت. نقلي على عين اوطى شويه عشان تسبك براحتها. طبعا انا هفضي زيت كتير، هتستغربوا انتوا الزيت ده كله، بس انا هستفاد بيه بعد كده للبصل. من البصل هستفاد بيه، عايزه طعم البصل يبقى فيه برضو، في نفس الوقت عايزه البصل يبقى مكرمل. او هعمل بيه الشعريه وهعمل بيه الرز. هصفيه وهعمل بيه الشعريه والرز. طبعا انا مقطعه البصل بالنص كده ومقطعها حلقات. انا مش عايزه البصل يبقى تقلي، انا عايزاه يتحمص، فلازم يبقى الزيت كتير. انا هستفيد بيه برضه، يعني انا مش هرمي. طب هنهدي عليه حبه وهنيجي هوريكم ان احنا هنعمل طبعا دي ميه سخنه انا خليتها غلي عشان اعمل لكم دقه الكشري. نستغل كده الوقت واحنا واحنا واقفين. اللي بيخليها ريحتها حلوه قوي الخل. ماشي، يبقى كده احنا خلصنا من دقه الكشري. هنعمل كمان شويه برضو، هعملها لكم هون. انا هحط معلقه كبيره ملح عشان البصل يكرمل معايا. انا هستغل الوقت وهعمل لكم الشطه الزيت على قلم صغير، عشان انا برضو مش عايزاه عايزاه على النار هاديه قوي.
هنحط بقى ايه 3 معالق كده شطه، 4 زي ما انتوا عايزين. ماشي. انا مش عايزاها تتحرق، موطي عليها النار خالص خالص، عايزاها بس تتسبك مع الزيت. طبعا شويه ملح كده. اوريكم البصل بعد ايه. بصوا بيشخل ازاي. حطيته في مصفى الصفر وحمرت الشعريه، وهوريكم التكه اللي احنا هنعملها. طبعا ديت لحمه مسلوقه ومقطعينها ايه زي ما انتم شايفين كده شبه الشعريه. عايزاه بس تقليبه واحده كده في الشعريه. نسبة يعني في لحمه، مفيش لحمه بنعمله كشري عادي، بس احنا عايزين النهارده ندلع الكشري. بسم الله الرحمن. طبعا مبهره اللحمه ايه بشويه فلفل اسمر، والزيت بتاع البصل كان فيه ملح، فانا مش هكتر ملح بس. هنحط حاجه بسيطه ايه في الرز، خطفا على اللحمه والشعريه كده عشان عبال ما اعمل الرز. اعمل الرز شويه كده هوريكم. ماشي. عشان احنا هنعمله يعتبر رز ابيض. ده بالزيت اللي كان فيه ايه البصل، حرام يترمي، وفي نفس الوقت ايه اما تكتري الزيت للبصل بيديكي طعم الكرمله كده وطعم حلو، ما بيتعملش معاك ايه تقليل، يبقى احلى من اللي متجهز اللي بره. كده رز خلاص، وانا هحط الشعريه واللحمه في النص عشان ايه اللي عايز يغرف الشعريه اكتر من الرز. فبتطلع بطريقه حلوه يعني، ما يبقاش بقى كله على بعضه كده، اللي عايز زياده من ده ياخد، اللي عايز زياده من ده ياخد. فبتطلع الصراحه بطريقه حلوه. طبعا حطيت شويه ملح صغيرين في الرز لان الزيت فيه ملح كتير، فهنزيد بما يسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هعمل اي حاجه بقى كده، ولا ايه نجيب بس الزيادة كده، ولا هقلب ولا اي حاجه. كل اللي هعمله هغطي وهنقل على نار ايه هاديه قوي يتشرب مع نفسه بقى، عبال ما اعمل لكم سلطه الشوارع تشوفوها بقى ايه. بصوا النار هاديه ازاي. انا بحب اعمل رز كده.